سلام الله عليكم متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وردنا الآن خبر عاجل عن وفاة الأميرة لالا لطيفة والدة الملك محمد السادس، وفيما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هجرية، الموافق ل29 يونيو 2024 ميلادية، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيد الكريم بواسع رحمته وكريم غفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأدام عزه ونصره وخلد في الأعمال الصالحة ذكره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم قناة أخبار متجددة 24 بخالص العزاء والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى أصحاب وصاحبات سمو الملك الأمراء والأميرات الجليلات وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلها فسيح جناته بإذنه تعالى، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.